رحم الله السي عبد الله وأسكنه فسيح جناته. احنا أخواتي إخواني، حماية لدستورية هذه الجلسة نتوجه بسؤال إلى الحكومة نطرح فيه قضية الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة. تنطلب توضيحات حول هذه الطريق، متى سيتم إنجازها، خاصة لما عرفته من بطء. شكرا لكم والسلام عليكم. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، جزاكم الله خيرا جميعا على هذا التضامن. رحمة الله على أخينا السي عبد الله بها، كما رحمة الله على من سبقه السي أحمد الزيدي. ولعل وفاة هذين الشخصين الكبيرين في الحقل السياسي رسالة لنا جميعا أن نستمر في طريق الوطن وطريق البناء، وأن نتقي الله إن شاء الله في شعبنا خدمة لشعبنا ولوطننا. بإيجاز يمكن أن أقول أن هذه الطريق فيها 7 ديال الأشطر، 6 ديال الأشطر اللي وصل فيها 2 مليار و470 مليون كلها الحمد لله عطينا الصفقات ديالها. 3 ديال الأشطر اللي 1,020 مليون ديال الدرهم في طور الانتهاء، 3 ديال الأشطر الآن في طور الانطلاق اللي فيها 1,440. بقي الشطر الأخير ب 430 مليون ديال الدرهم سيعلن عنه إن شاء الله بداية السنة المقبلة. أذكر إخواني وأخواتي البرلمانيين أن هناك بعض الاشتكالات عبرت عنها كم من مرة فيما يتعلق بنزع الملكية، سنتجاوزها إن شاء الله. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.